أقول الصحراء أعني بها الصحراء بين مزدوجتين الغربية والشرقية أيضا. فالصحراء متوفرة لدينا. وهنا أعيد حتى الجواب على صديقي أنه يمكنكم الاطلاع على هذه الوثائق ويمكنكم نشر لأنها مرتبة والحمد لله. منذ غد أنا في انتظارك، فيجب أن تأتي وتطلع عليها. حينما أقول الوثائق المتعلقة بالصحراء ليست الوثائق فقط المراسلات أو الضرائر أو البيعات، هنالك خرائط تبين كيف تطورت الحدود، وهنالك بعض الرسوم للحدود، وهنالك الاتفاقيات، وهنالك الرسائل المتبادلة منذ العصر الوسيط إلى اليوم على قضية الصحراء. قضية الصحراء مغربية من خلال وثائقنا، وهي تنتظر أقلامكم، فنحن في خدمتكم في أي وقت ترونه مناسبا. شكرا. خرجت دائما يخرج لنا واحد بشطحات وخزعبلات من الجانب المغربي. هذه المرة آخر الشطاحين والذين خرجوا إلى الواجهة بهيجة سيمو، مديرة الأرشيف أو ما تسمى مديرة الوثائق، هذه على الصورة مديرة الوثائق والأرشيف المغربي، خرجت بتصريحات أن الأرشيف الذي يضم الوثائق الملكية يضم وثائق تؤكد ملكية المغرب للصحراء الشرقية، يعني ماشي برك الصحراء الغربية وإنما للصحراء الشرقية بما فيها بشار وتندوف والقناتسة. وهو تصريح من مسؤولة رسمية. يعني لو كان تصريحا من واحد إعلامي أو شخص غير رسمي لا اعتبرناه مسألة عادية، ولكن هذه لديها منصب رسمي وبالتالي تمثل القصر الملكي وتمثل المخزن لأنها مسؤولة الأرشيف الملكي. فخرجة جديدة تبين أن الحدود ليست وحدها المغلقة، عقول المسؤولين المغاربة مغلقة أيضا، وبأن عقدة الحدود هذه ستستمر تلاحق المغاربة والمخزن أبد الآبدين، يعني منذ حرب الرمال وحدود بعد الاستقلال إلى غلق الحدود في منتصف التسعينات إلى الحدود التي يتم تهريب المخدرات ومختلف السموم من خلالها ضد الجزائريين. فليس جديدا ما قالته بهيجة سيمو، وإنما هي تكرر أسطوانة ما عرفت بخزعبلات ورواية علال الفاسي، ولكن هذه الرواية طبعا مطعونة تاريخيا، كان بزاف شواهد تاريخية ربما الوقت يضيق للحديث عنها، ولكن مسألة التوقيت ولماذا تثار هذه القضية مجددا لها أهمية كبيرة. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى النقر على زر لايك وترك تعليق محفز، وإذا كانت هذه أول مرة تتابع فيها قناة لا تتردد بالنقر على زر اشتراك وتفعيل الجرس لتتوصل بآخر مستجدات القناة.